الله naxariistay muwaadinkan Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Garaad kaas oo dil u geysteen kooxo Itoobiyaan ah iyo horey u dhaxmartay xurgub ganacsi marxuumka geeriyooda ayaa 3 maalmood la weysnaa waxaana shalay meedkiisa laga soo helay tuulo hoos timaada magaalada Filinaqeen oo raggii dilka u geystay ay ka tuureen buundo waxaana la sheegay in jirkiisa ay ka muuqdeen rasaas tiro badan iyo jirdil ay u geysteen الله naxariistay marxuumka ayaa salaadii janaasada lagu tukaday masaajidka Imam Shaafici ee xaafadda ay Soomaalidu ka degan tahay magaalada Johannesburg ee Never kadibna lagu aasay qabuuraha islaamka ee isla magaalada Johannesburg waxaa markii aaska Allah naxariistay marxuum Cabdullaahi Garaad soo dhamaaday halkaasi ka hadlay Sheekh Shariif oo ah imaamka masaajidka Imam Shaafici Never ee magaalada Johannesburg فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتمل الرجال على أعناقهم إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق ولا يرحم أمنهي الدنيا إلهي سبحانه وتعالى أسقنا كيني قيرنا أسقى أبوري نرشنا أسقى أبوري الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قيرنا إلهي أسقى أبوري نرشنا أسقى أبوري لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلهي وحو تجابنا أوفيرنا كينا أبو عمل وناكسن إلهي سبحانه وتعالى وحو شيء عمل وناكسنان عمل وناكسن أي إلهي سبحانه وتعالى الدنيا نونوكي مركا وحان أبنهي الدنيا قفل بمركو إيماني أصابوا أن مقع لهين أيو يمت مقع ملهين حتى وحو قبط ملهين إلهي سبحانه وتعالى الدنيا كيني وحو كجري meel aan anaga ogeyn oo ilaahay kaligiisa uu ogyahay oo raximkii ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka soo saaray wuu keenay asaga ilaahay subxaanahu wa ta'ala nooleeyay sidii ilaahay uu nooleeyay sidaasana hadan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu dilay waxaan sidoo kale halkaasi kula kulmay qaar ka mid ah muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay aaska oo aan wax ka weydiiyay sida ay u arkaan dilkan loo geystay marxuum Cabdullaahi Garaad شمحوخاش حسن مهدي وحان مانتا تأسيس جبنا ولالكنا محمد وقعنك كحضرنا أي شيء وعاد أنا وحنا هاي جيري تيرانيا لأي كل عضي سيدا درتي أنا وفر بدنا ولالها مسلمين تقارها سومالي الجالية كنا بكونفور أفريقيا أيام ولالكنا محمد وتعزيين أي الذي يجيري كنت سيدا مرحومك الله وحنو الدين إنه الله قدام بالدافع إلهي وجنة الفردوس وفسيه وكل عنك حضرنا أياد شيء وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مقعد وحلها عبد الله حسن أحمد وحن هلكا اسكوغي معني دبيتانكي أن دوغيني مرحومك الله ونحرس عبد الله جراد وعنك حضرنا أيد شيء وحادا أركيسان ودوكتيس مشاكل عام وحلنا إنا لله وإنا إليه راجعون قف كسر وأغنهاي أو مسلم إنه بمنعيه لكن وحن هذا وحنهاي سيدا مرحومك الجود لسوي وقت نقص جاري إن يدلون من إثيوبيان وأنا واحد ما أرتكجر وحيالها كذا عوضة كان أنت بدل مركز الصومالي ماشي أسكن مردك قاعد بأغمر وغيسينهن وأنا أركز كسان واحد ده هكذا أسكن ما أنت أو ما أرتكجر كاتي دوجان وأنا أرين آد نصا مسادنا الصومالي دتك جناح سك ماشي كله يدتك الجنبور وأنا أرين الجمر هذا مركز وحلينا هاي أرين كساد بوحنا وحن التحسيننا الذي يدتك يا قرابتي يا صاحبتي يدتك كجورين وكجريوري عبد الله وحن لنا يستمر إيمان الله يدكسي بسم الله الرحمن الرحيم إن لله وإنا إليه راجعون مجعي ومحمد فشلاك ما شاء وحان سبحانه أنت صاحب كان ولال كان اللهم حرستي عبد الله جراد وحان لنا هاي سومالي أو يدب النظارة بنتي الذي يا قرابتي وكجريورين وحان لنا هاي سمر إيمان الله نغسيه إنا لله وإنا إليه راجعون إليه راجعون وكتحسيننا ولكن عبد الله جراد وعن فينا إنه كجريوري كعنك حضرنا أيد الشيء markay dhamaan wad dareemi kartaa dhamaan dadkaan isku yimid waxa ka soo qayb galay walaalkeena marxuumka Cabdullaahi Garaad sida aasiisa ay uga qayb qaadan lahaayeen aan waalidkiisa iyo ehelkiisa iyo family ugu geeriyoodan waxaan leenahay samir iyo iimaan aan soo koobi karnaa baa ka siiyo
annagana waxaan ilaahay ka barinaa inaysan gadaasheena na fidnayn. Idris Sheekh Axmed Guure, telefishinka caalamiga ee Kalsan, magaalada Johannesburg, dalka Koonfur Afrika.